كباب الحلة دايب وبيغمس العيش لوحده. سر المطاعم عندك في البيت. يا ست الكل، لو عايزة تعملي كباب حلة يطر القلب عبل اللحمة، يبقى ركزي في الكلمتين الجايين دول كويس قوي. أول وأهم حاجة نوع اللحمة. هاتي من السن علشان فيه دهون خفيفة ملبسة تخلي اللحمة تدوب مش تستوي بس. المكونات البسيطة اللي عاملة الشغل كله: بصل أبيض، سمنة بلدي، ملح وفلفل أسود، رشة جوز الطيب أو كبابة صيني. بقى هنا سر المهنة بجد. التشويح الصح يساوي طعم المطاعم. سيب اللحمة والبصل يلزقوا شوية في الحلة. أيوة، زي ما بقولك كده، اللزقة دي هي اللي بتعمل اللون البني الجامد والطعم التقيل. المية تكون مغلية بس على قد الوش، مش عاوزينها تعوم، احنا بنعمل صوص مش شوربة. نار هادية زائد وقت يساوي لحمة دايبة. سيبيها ساعة كده على رواقة وهتشوفي السحر بنفسك. الملح في الآخر خالص علشان اللحمة تستوي أسرع وتفضل طرية. تكات تخليكي شاف تقيلة. البصل الأبيض بيدوب ويعمل صوص تقيل حلو. لو بتحبي الحار حطي قرن فلفل في النص. ممكن تضيفي بطاطس مكعبات في الآخر لو عايزة طبق يملى العين. أحلى حاجة بقى تغميس بالعيش البلدي كده والصوص سايح. هتلاقي نفسك بتقولي: هو أنا عملت ده بإيدي ولا إيه؟ قولولي بقى، أنتي من فريق كباب الحلة بالبصل بس ولا لازم بطاطس معاه؟ ما تنساش تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.